تسبب شاب بقيادته المتهورة بتحويل حياة أسرة سعودية إلى مأساة بعد أن تسبب بمقتل شاب وشقيقاته الأربع، بل وإصابة 2 في حادث وقع شمال الرياض. الحادث الذي استحوذ على أحاديث بعض أهالي الرياض رفع معه مطالبة بوجوب سن قوانين أكثر صرامة بحق المخالفين وبحق المفحطين تصل للسجن سنوات وإقامة الحد عليهم، إلى جانب حرمانهم من القيادة مرة أخرى كما في بعض الدول بخاصة الغربية منها. يذكر أن تهور بعض السائقين وبخاصة الشباب تسبب في الأيام الأخيرة بمقتل عدد من الأفراد، آخرها ما حدث شمال المملكة من حالة دهس متهور ل4 فتيات تسبب في وفاة إحداهن. والله أنا أقترح السجن لمدة طويلة أو عقوبة بحيث أنه القاتل يقتل، لأن هذا قتل وهذا انتحار، ومثل ما شفنا الرياض الآن الواحد يسوق في خوف. شوف، العقوبات أكثرها طبقتها وزارة الداخلية على المفحطين. أنا لو أرى بس يطبق عقابات أو عقاب على الجماهير، لأن المفحط بدون جماهير أكيد ما في تفحيط. المفحط جنى على عائلة أو شخص، المهم تسبب في مقتل شخص، لازم أنه يقتص منه للعظة والعبرة لمن بعده. إذا ما تسبب في قتل أشخاص لابد أنه يسجن. تكون أشد العقوبة على المفحطين، يا حجز السيارة يا السجن لمدة شهر أو غرامة مالية تكون كبيرة يعني. فلازم يطبق فيهم عقوبات رادعة. يعني هذا الآن اللي قتل 5 يعتبر قتل، يعني يمكن غير عمد، قتل غير عمد، لكن المفروض يطبق فيه القصاص. مصادرة السيارة والسجن 6 أشهر سنة. أول حاجة حبس السيارة شهر كامل. ثاني حاجة غرامة مالية قدرها تكون 50,000 100,000. تسحب منه الرخصة، يتوقف، يحرم من القيادة مدى الحياة، لأنه هذا تهور. لابد يكون هناك في أنظمة وقوانين رادعة للشيء هذا تحمينا جميعا. يا أخي أنا أمشي الآن بالشارع والله ماني عارف أرجع بيتي ولا ما أرجع. عقوبات التهور في المملكة أتمنى أنها تكون أكثر صرامة. هذه أرواح. ابنك لو غلط غلطة بسيطة وما عاقبت عليها راح يتمادى فيها. لذلك يجب برأيي الشخصي طبعا أنه يجب أن تكون العقوبة رادعة.